سبحان الله، الشيخ الحصري صوته ما كانش عالي ولا أداؤه كان صاخب، ولكن كان فيه حاجة نادرة جدا: طمأنينة وخشوع وهيبة. سبحان الله، كنت تحس إن صوته مش طالع من حنجرة إنسان قد ما هو خارج من قلب إنسان فاهم ومقدر قيمة الكلام اللي بيقوله. وفي الحقيقة أنا بشوف إن ربنا عز وجل اصطفى الشيخ الحصري وخلاه دايما في أول الصف، اصطفاء من عند ربنا. عد معايا كده الحاجات اللي كان له السبق فيها على مدار التاريخ. طبعا اول ما تسجل القرآن كاملة مرتل بكذا رواية، اول ما تسجل مصحف معلم، اول من رتل القرآن في الامم المتحدة، اول من رتل القرآن في القصر الملكي في لندن. ويقال ان الحصري كان اول من قرأ القرآن في ميكروفونات في الحرم المكي، بجانب ان هو الشيخ الوحيد اللي قرأ قرآن في البيت الابيض والكونجرس الامريكي. توفى الشيخ الحصري سنة 1980، ولكن صوته لسه عايش، ساب وراه اثر لا يقدر بثمن. في اواخر ايام الشيخ الحصري شيد مسجد ومدرسه لتحفيظ القران ومعهد ديني في مسقط راسه شبرا النمله. كمان اوصى بتلت ثروته لخدمه القران والانفاق في اوجه البر والخير. رحم الله الشيخ محمود السيد خليل الحصري رحمة واسعة. اللهم اجعل القرآن شفيعا له واجزيه عنا خيرا. ولحد هنا خلصت حلقة خاصة جدا عن الشيخ محمود خليل الحصري. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لو عجبكم الفيديو ادعمونا بلايك وشير ولايك للصفحة واشتراك في القناة لو انت على اليوتيوب. كنت معكم مصطفى سعد، والسلام عليكم.